عارف اللحظة اللي بتقفل فيها باب بيتك بعد يوم طويل؟ أيوة، هي اللحظة اللي بترمي فيها ضحكتك اللي كنت راسمها طول النهار وبتقعد أخيرا على الكنبة وتنفخ وتقول في اللحظة دي وانت لوحدك في الضلمة بتبدأ تظهر نسخة جديدة منك، بس النسخة دي هي الحقيقية، النسخة اللي محدش بيشوفها، والنسخة اللي ساعات انت نفسك بتخاف تبص ليها. الحلقة دي مش معمولة عشان أقولك تبقى شاطر وقوي، الحلقة دي معمولة علشان أقولك حقك تتعب وحقك تخلع الماسك اللي هادت حيلك. احنا تعودنا ان الجدع هو اللي ما بيشتكيش واللي دايما شايل شيلة غيره وما بيقولش ومع الوقت بقينا بنخاف من ضعفنا، بنخاف لو حد شافنا واحنا مكسورين يقلل مننا. بس سألت نفسك قبل كده هو انا ليه مجهد قوي كده؟ التعب اللي انت فيه ده مش تعب شغل، ده تعب تمثيل، تعب انك لابس وش مش وشك عشان تعجب الناس وخايف لو قلعته الناس اللي حواليك تمشي وتسيبك. اكبر مقلب بنشربه هو اننا بنفتكر اننا لما بنبقى مثاليين الناس هتحبنا اكتر، بس الحقيقة ان الناس بتحب الصورة اللي انت راسمها مش بتحبك انت، وعشان كده بتفضل تحس انك لوحدك حتى وانت وسطهم. الوجع الحقيقي مش ان الناس ترفضك، الوجع الحقيقي انك ترفض نفسك عشان خاطرهم، انك تكتم على وجعك وتدوس على قلبك عشان بس المنظر العام يفضل حلو. يا صديقي، الوعي مش انك تبقى كامل وما بتغلطش، الوعي هو انك تبقى حقيقي، انك تفتح الباب للنسخة اللي انت حابسها في الضلمة وتقول لها انا شايفك وعارف انك تعبانة وحقك. النسخة اللي فيها خوفك ووجعك هي اكتر حتة فيك محتاجة تتحب. لما بتبدأ تصالح نفسك بجد بتحس بسلام غريب، سلام انك مش محتاج تثبت اي حاجة لأي حد. قبل ما نقفل خد نفس كده وفكر معايا، لو النهاردة مسموح لك ان انت تخلع الماسك ده وتكون انت وبس، ايه اول كلمة هتقولها لنفسك وانت بتبص في المراية؟ ايه الكلمة اللي بقالك سنين كاتمها وخايف تنطقها؟ اكتب لي الكلمة دي في التعليقات او حتى قولها لنفسك بصوت عالي، المهم انك تبدأ تطلعها. انا هسمعكم بقلبي ونتقابل في الحلقة الجاية.